السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا من جديد في قناتي سالي's كيتشن. النهاردة بقى هنعمل سلطة الطحينة، سلطة الشارع أو المطاعم اللي احنا بنفضل نقول عليها لذيذة وواو. تعالوا نشوف هنعملها ازاي بأقل حاجة وحاجات لا تتخيلوها. ازاي الطحينة دي طلعت اكتشاف وبجد موفرة جدا. تعالوا نشوف الكمية اللي هنعملها من ولا حاجة. في البداية احتجت في وصفتي 3 من رغيف الفينو، والفينو ده كان موجود عندي بايت، يعني مش عايزينه طازة لأنه لو هو بايت هيسهل عليا المأمورية كتير. وبعد كده قصيته من النص، تقدري ان انتي تقصيه أو تقطعيه بالسكينة. وبعد كده نزلت عليه بكوبايتين مية بدرجة حرارة الغرفة عادية جدا من الحنفية، وهسيبه 10 دقايق بالظبط. وبعد 10 دقايق بصوا ازاي الفينو بدأ ان هو يتنقع كويس جدا في المية. وشلنا الوش اللي عليه او الكفر بتاع الفينو البني ده، انا ما حطيتهوش معايا علشان عايزة الطحينة تكون بلونها اللي احنا عارفينه، ولكن اللون العسلي ده او البني ده هيغير لي لون الطحينة. هيتشال معاكي بكل سهولة. اهم حاجة ما تنسيش لازم يتنقع 10 دقايق علشان اتأكد كويس جدا انه هيساعدني لما اشيل الوش بتاعه. وبعد كده هاخد بقى القطعة اللي انا قشرتها كده وهعصرها بايدي او بمصفى او زي ما تحبي اعصريها. المهم ان انا هنزل كل المية اللي فيها وهيكون ده شكلها. هكمل باقي الكمية وارجع لكم تاني. وفي بولة فاضية حطيت كمية الفينو اللي اتفقنا عليها، وتعالوا نشوف ايه اللي هنحطه تاني عليها. المكونات عندي 2 فص توم كبير مفروم، وكمان معاهم قرن فلفل رومي أو حامي براحتك. أما بقى التوابل اللي موجودة: معلقة كمون، نص معلقة فلفل أسمر، ربع معلقة ملح، كمان نص معلقة كزبرة، ورشة شطة. لو مش عايزين الشطة مفيش مشكلة، ده اختياري. والمكون اللي بعد كده وهو الزيت، هنستخدم 3 معالق زيت كبار. مفيش أي مشكلة، أي نوع زيت موجود نقدر إن احنا نشتغل بيه. وكمان معلقتين كبار من الخل بالظبط كده، وهنحط المعلقتين على طول. وتعالوا بقى عند المكون اللي احنا ما قلناش اسمه خالص، اللي هو أصلا سلطة الطحينة باسمه. احنا حطينا معلقتين كبار من الطحينة. بصوا ازاي الموضوع سهل وبسيط مش أكتر. وكمان عصرت ليمونة كاملة، ودي بقى المعلقة بفضيها. وتعالوا ناخد كل المكونات دي بعد التقليب على الخلاط. لو مش حابة تقلبيها عادي، هي كده كده هتتفرم جوه الخلاط. وحطيت المكونات بتاعتي جوه الخلاط بالطريقة دي وهضربهم بالظبط حوالي دقيقة. وهو ده شكل سلطة الطحينة، شيء لا يصدقه عقل، لأنه بجد النتيجة هايلة. نتيجة رائعة. هي زي سلطة الطحينة اللي بره بالظبط في المطاعم. شايفين ازاي السمك بتاعها وازاي تقيلة وجميلة. حطينا بقى عليها شوية من البقدونس وكمان شريحة ليمون. بجد مش قادرة اوصف لكم قد ايه مبسوطة جدا بالتجربة دي. حاجة لسنين احنا كنا فاكرين ان هي طحينة صافي، ولكن طلعت فينو في الاخر. بجد وصفة بسيطة سهلة، في ظل الغلاء ان شاء الله. وصفات كتير كتير ان شاء الله نعملها موفرة جدا في البيت. ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوش لايك والشير وسابسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ولمزيد من الوصفات تابعوني على قناتي سالي's كيتشن. بالهنا والشفا. باي باي.